سلام حباباتي، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. كيما راكم تشوفوا اليوم جيتكم بسيجارات البسباس يجوا بنان بالبزاف محشيين بالفرماج. صدقوني راح تاكلوه وما يبانش باللي بسباس، صدقوني بهذه الطريقه ماوش راح يبان لهم باللي بسباس، ولادكم ورايحين ياكلوهم. كيما راكم تشوفوا لهنايا نحتاج بسباس كنت غسلته ونقيته، عندي حمص كان طايب، عندي لهنايا حبه فرماج وحبه بيض، عندي البصله وعندي الزروديه. صدقيني بهذه الطريقه ما كانش وصفه اقتصاديه كيما هذه راهي اقتصاديه بالبزاف. في الكيكوطه لهنايا نديرو طماطيش مصبره، نديرو بصل، نديرو سمحولي، نديرو زروديه ونديرو الحمص. لهنا ملح كمون في راس الحانوت وفلفل اسود كيما راكم تشوفوا لهنايا. وكان عندي شويه زعتره ملحيه، درت زعتره ملحيه. ولا هنايا راح نقول لكم انا هذا البسباس راح نقسم الحبه على زوج ورايحه ندير يطيب في المرقه. علاش؟ باش هو داك البسباس يدي بنه المرقه وهو يطلق لنا البنه تاعو في المرقه. صدقوني بهذه الطريقه راح يجي بنين بزاف. هي تقدري تفوريه بصح قلت لك بهذه الطريقه يدي بنه تاع المرقه وهو يطلق لنا البنه تاعو في المرقه. شتو البسباس عنده ريحه شابه. لهنايا درت مغرف زيت كبيرات نباتي راح نقليهم مليح ونمرق. ولا هنا نفكركم بالجام، نقول لكم ما تنساوليش داك الجام واللي مش مشتركه مرحبا بك، اشتركي في القناه وضغطي على زر الاعجاب والجرس. وهذه هي واللي معايا من قبل نقولهم راكم منورين وشكرا على التعليقات. ولا هنايا راني نمرق كيما راكم تشوفوا، راح نبلع الكيكوطه ونخليها حتى تطيب. هنايا من بعد ما مسحت الكيكوطه كان ديجا هذا صاي دخلوا طياب رايحين نحو من المرقه كيما راكم تشوفوا، نحو كامل من المرقه ونعاود نرجع المرقه تاعي حتى تعقد ولا تخثر. هذه هي. وما تنساوش كتبوا لي تعليقات شي حاجه اللي مش عجبتكم، اذا حابين حاجه نغيروها اكتبوا لي تعليقات من اي بلاد راكم تشاهدوا في ذا الفيديو. واللي هنا راح نجيب هذاك البسباس بعد ما كان طاب راح نرحيه في الاشوار. مانيش راح نطول عليه في الاشوار راح ندير له دوره ولا زوج خفيفه بما انه راه طايب مانيش بايته كاع يجينا يعني ما نمرسوه ما نلحوهش بزاف. هذه هي كيما راكم تشوفوا دوره ولا زوج ونطفي عليه ونحبس الاشوار. سمحولي هذه هي ان شاء الله برك تجربوه تكتبوا لي في التعليقات، صدقوني يجيبني بالبزاف. ولا هنا كيما راكم تشوفوا هذا هو البسباس رايحه نضيف له الخبز المرحي ولا لا شابلور ولا كل واحد كيف يسميه. اللي هنا نبدا نضيف فيه بالمغرف حتى نقدر نتحصل على وين نقدروا نستعملوه في يدينا، يعني نقدروا نشكلوه. يعني راه هو ديجا راه جاري بزاف بما انه شوفوا لهنايا انا بهذه الطريقه اكتفي لهنايا ما داليش بزاف، دالي 4 مغارف خبز مرحي. ولا هنا كيما راكم تشوفوا قلت لكم رايحه نديروا الداخل الفرماج ماشي شرط تاع المثلثات، تقدري اي فرماج عندك تاع البيدو اي فرماج. اللي هنا راح استعين بالماء واللي بغات تستعين بالزيت نغطس اصبعي واطراف الاصابع في الماء بما راه يتلاصق القرش مازال ويتلاصق، ونبدا نشكل فيهم على شكل سيجارات ولا صبيعات هكا. شوفوا خدمته تجي سهله ما يشدش في اليد، ما كان لا لحم مرحي لا لحم لا عادي، يعني اي وحده تقدر دير هذه الوصفه، يعني ما فيها حتى اشكال وما فيها حتى حاجه صعيبه. هنا بعد ما كملتهم كامل رايحه نغطسهم في البيض ونرمدهم في الخبز المرحي. هذه هي. وما تنسايليش الجام ولا غيرك الجام نحتاجه بزاف، هو اللي طلع الفيديو باش ان عدد كبير من الناس تشوف هذا الفيديو. وكملوا الفيديو للاخير حباباتي كيما راكم تشوفوا كملهم كامل بهذه الطريقه. انا عاودت حبه واحده اخرى معكم وهكا يجوا بنين بالبزاف وماوش رايح يديلك الوقت، يعني وصفه عشاء ولا غدا سهله في 5 دقائق تحضريها ما تشدكش في اليد راكي تخدمي ولا تخدمي فيها عادي. هنايا راح نقليهم في زيت يكون سخون حتى يعطونا داك الشكل
الذهبي ولا شكل الاحمرار احسن. انا نبغيها كيجي احمر، يعني يجي يعطي ذاك اللون، يجي هايل مع القرمشه. صدقوني بنينه بنينه بالبزاف. هذا هو طبق تاعنا واجد، ان شاء الله ينال اعجابكم، واكتبوا لنا في التعليقات اذا جربتوه. واش نقول لكم حباباتي، ما تنساوليش الجام وما تنساوليش تعليق شباب للتحفيز، وفي الاخير نقول لكم حباباتي سلام.